الريال بيكسب ماتش فالنسيا المؤجل، وكالعادة ماتش صعب، ملعب صعب، جماهير عنصرية، طرد وشنجفة من فيني مع النيو لوك. وارحمنا بقى يا عم فيني من الخناقات بقى، ارحمنا بقى. كلاسيكو انجلترا الساخن تحت التلج. شابوه مانشستر يونايتد، بجد شابوه، اداء رائع مع الفرق الكبيرة بس بتتهزق من فرق عرة والله. جوارديولا بيخرج من دوامة التعادلات والهزايم بس بيسيب تلامذته ارتيتا وماريسكا يدخلوها. عمر مرموش في مانشستر سيتي. هو التحكيم في انجلترا قلب على دوري مصري ليه كده؟ بقى عندهم قطايف ولطايف زينا. حلقة النهاردة دسمة وأحداثها كتير، فمشروبك المفضل، وبفكرك تعمل لايك وتشترك في القناة، وأظن كفاية أنا راجل لحد كده، ويلا بينا نخش في المعمعة. مشجعين الكورة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هندسة التحليل الأوروبية. وسبت ممتاز جديد، وعودة سيتي لفوز من ريحة زمان، والفوز 4-1 على ويست هام، وعودة هالاند وفودن للتسجيل. الماتش لو اتفرجت عليه أول 10 دقايق منه تحس إن فريق ويست هام هيشيل سكور، لحد ما تسوفال جه شتت كوره حطها جون في نفسه. وبدات سيطره السيتي وسجل 4 أهداف وضيع فرص كتير جدا، واريولا حارس ويست هام شال كام كوره صعبين قوي يا جماعه، اجوان محققه. وعموما هي مباراه جيده للسيتي على الرغم من ان لسه في مشاكل دفاعيه، واورتيجا شال كام كوره صعبه قوي برضه. ده غير ان ويست هام في تاثر واضح من غياب بوين وانطونيو، ومعرفوش يستغلوا الهجمات والفرص اللي اتاحت لهم. عموما هنشوف جوارديولا هيستغل الفوز ده واداء الفريق الكويس ده ازاي، وهيعمل تدعيمات شكلها ايه. بمناسبة التدعيمات يا جماعة، عمر مرموش حتى هذه اللحظة يوم الاثنين الساعة 7:30 لا مضاش مع مانشستر سيتي، ومفيش اي كلام عن ان هو خلص ومضى والكلام ده. كل اللي حصل ان في كلام مع اللعيب نفسه، مع عمر نفسه، مش مع وكيله، ولا في كلام مع النادي بتاعه. واللي طلع كده كان مصدر في سيتي، مش مصدر مسؤول كمان، مش مصرح هو مين. فحتى هذه اللحظه عمر مرموش ما مضاش وموجود في فرانكفورت زي ما هو. وعموما الاشاعه دي طلعت في مصر بس، لانك لو رحت على اي صحف اوروبيه او مجلات او حتى صحفيين من مشهورين مش هتلاقي فيه اي كلام عن الموضوع ده. اللي طلع الموضوع ده اداري في منتخب مصر، فانا ما اعرفش الحقيقه اداري في منتخب مصر عرف اللي بيحصل ما بين انجلترا والمانيا ازاي. عموما الايام اللي جايه هتورينا عمر مرموش هيروح السيتي ولا يحول كده على ارسنال ولا ايه. بلاش ليفربول كده كده، كفايه عليهم صلاح. نروح بقى لخيبه الامل وتعادل ارسنال 1-1 مع برايتون على ملعب الاميكس. والحقيقه انا مش عارف يعني افقد الامل خلاص ولا لسه فيها ولا ايه. بس عموما يعني ما تظلمنيش، ازاي اقنعني، ازاي حسبت دي ضربه جزاء؟ ازاي اقنعني حسبتها ازاي؟ يعني ايه؟ عايزين تدوا الدوري لليفربول؟ ادوا له الدوري، ادوا الدوري لليفربول، بس مش كده، ما تعملش معانا كده يا عم، اديني حقي. وطبعا الغيابات عامله مشكله لارتيتا، وافتقد للعناصر اللي بتخلص، واتاحت لنا فرص كتير كان ممكن نخلص الماتش من بدري قوي، بس هنقول ايه، حظ ذكر. كل ما يجي لنا فرصه ان احنا نقلل الفارق ما بنستغلهاش. بس برضو حتى لو انا لعبت وحش اديني حق يا عم، انت تحسب له ضربه جزاء اتعادل بيها وما عملش حاجه تاني طول الماتش. عموما الفريق محتاج تدعيمات بسرعه، لازم مهاجم صريح يلعب في الصندوق، ومحتاجين بديل لساكا يكون على نفس مستواه. والحمد لله ان التعادل ده ما زودش فرق النقط مع ليفربول، ورجاله مانشستر قامت بالواجب. وبما اننا جبنا سيره الشياطين الحمر، فيلا بينا على ديربي شمال غرب انجلترا، او كلاسيكو الدوري الانجليزي، مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد اللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. وفي رأيي المتواضع الذي لا يعتد به في المحافل الدولية ولا المحلية، دي أحلى مباراة لمانشستر يونايتد من زمان قوي. لعبوا بروح وحماسة عالية جدا جدا، وياض يا برونو ده الحلاوة والروان ده، ما انت حلو اهو، لما بتحب تبدع بتبدع. عمل مباراة فوق الرائعة، بقالي كتير قوي ما شفتش برونو بيلعب بالروح دي وبالفنيات العالية دي. واللي يغيظك بقى ان مانشستر يونايتد ده باللعيبة دي كسب مانشستر سيتي وتعادل مع ليفربول، وكان ممكن يكسب لولا ماجواير بيصطاد عصافير في اخر دقيقه والجون فاضي، كان ممكن يكسب الماتش. وبيخسر من مين بقى؟ من بورنموث، من وولفز. وده معناه ان اللعيبه دي مزاجنجيه ابو كيف، ولما يجي لهم شوق يلعبوا ولما يحبوش ما يلعبوش.
فلازم اموريم يشد عليهم شويه عشان يفضلوا يلعبوا بالاداء ده طول الموسم. عموما كعاده دربيات انجلترا الماتش كان ممتع جدا وسريع جدا، وليفربول في الشوط الاول كان تايه ومخضوض ومصدوم من طريقه اموريم ومانشستر يونايتد بالضغط عليه من اول الماتش. اتفاجئوا من اللي عمله اموريم. وعموما مانشستر يونايتد كان اخطر الشوط الاول وفضل الوضع كده. ليفربول طبعا عمل هجمات خطيره، وابو صلاح عمل واحده لماكاليستر. انا نفسي اعرف يا ابو مكه شفته ازاي عشان تديله السرور ولوب ده، مش ممكن، حاجه من الخيال. وأونانا تألق وشالها برجله العكسيه بالصدفه يعني. بس عموما الشوط الاول كان مانشستر اخطر لحد الشوط الثاني لما مارتينيز حط جون من احلى الاهداف اللي ممكن تشوف مدافع بيسجلها في حياتك. خد واحده لطشها في سقف الجون قنبله. بعديها ليفربول وصل ملعب الانفيلد وابتدى يضغط على مانشستر يونايتد وسجل هدف، واتحسبت له ضربه جزاء صحيحه اتحسبت بعد ما رجع للفار، وسجلها محمد صلاح عشان يتعادل مع رقم هنري. والله عليك يا ابو مكه، قلت لكم شكله كده موسم البالون دور. وبعد ما ليفربول سجل ضربه الجزاء وبقى 2-1 الماتش اتفتح تماما، وهجمه هنا وهجمه هنا، واخر 10 دقائق كانوا ناريين جدا وتعادل فيهم مانشستر يونايتد، وكان ممكن ان هو يحسم الفوز في اخر دقيقه زي ما قلت لكم، لولا ماجواير حط الكره برعونه شديده طلعها في السماء. واعتقد ان لعيبه ليفربول كانت اوف داي النهارده، او ممكن نقول كانوا نازلين مستسهلين المباراه واللي هو هنكسب في اي وقت. وطبعا ارنولد عمل كوارث فضايح مش كوارث، سايب فدادين في ظهره، واضح كده ان عرض الريال مبرونه ومش مركز في الملعب. صحات امك، احنا اصلا عندنا في الريال مشاكل دفاعيه بالجمله، فلو جاي ركز الله يبارك لك. اما اموريم فاعتقد ان الماتش ده طلع بيه بمكاسب كتيره يقدر يبني عليها، واتمنى ان ما يحصلش زي ما حصل بعد مكسب السيتي ويحصل انهيار كذا ماتش ورا بعض. لا ده اداء، لان ليفربول حالته اصلا احلى من السيتي، فكون انك تلعب مع المتصدر الدوري بفرق النقط الكبير ده وانت في المركز ال 14 بالاداء ده، فلا اقفش على اللعيبه دي زي ما قلت وطلع منهم الاداء ده على طول. نروح بقى لتوتنهام اللي خسر من نيوكاسل 2-1 بخطأ تحكيمي فادح في رأيي الشخصي الذي لا يعتد به برضه في المحافل الدولية ولا المحلية. الكرة دي هاند بول على لوجوي لينتون، وما كانش ينفع الفار يعديها والحكم يحسب الجون اللي دخل لنيوكاسل. واللي شاف الماتش وشاف ان نيوكاسل كان احسن ويستحق الفوز، فانا معاك هو لعب احسن ويستحق الفوز، بس يا باشا اديني حقي زي ما قلت على نفسي في ارسنال، اديني حقي واكسب اخسر دي مش مشكلتك، اديني حقي وسيبني اعمل اللي انا عايزه. وطبعا تصريحات بوستيكوجلو اللي طلع قال فيها ان هو غاضب جدا وان دي اول مره يحس بكميه الغضب دي، فواضح ان هو فعلا مقتنع ان الجون ما كانش ينفع يتحسب وان كان لازم تتحسب هاند بول على نيوكاسل. بس طبعا اصابه فان ديفين وروميرو مأثره جامد على خط الدفاع وعلى بناء اللعب، وهنشوف استمرار الانهيار بتاع توتنهام ده هيعرف بوستيكوجلو يوقفه ولا لا. اما تشيلسي اللي كان بادئ الموسم باداء رائع ونتائج ممتازه، دخل هو كمان في دوامه النتائج السيئه وبيتعادل مع كريستال بالاس 1-1، والماتش كان فيه سيطره لتشيلسي الا انه ما عندوش غير يمكن فرصه او اتنين هي اللي يعتبر فرص حقيقيه ودخل منهم هدف. والكرات الاخطر كانت لكريستال بالاس وقدر ان هو يخطف التعادل في اخر الماتش. والحقيقه حاله تشيلسي دي بالنسبه لي حاله غريبه جدا، يعني سيتي وتوتنهام منهارين عشان عندهم اصابات، مانشستر لسه بيبني الفريق ومدير فني جديد، لكن انت كل حاجه زي ما هي على وضعها مفيش حاجه اتغيرت. فجاه الفريق فقد الثقه وبقى بينزف نقاط ومحدش عارف ايه اللي بيحصل. عموما هنشوف ماريسكا هيلحق يوقف رجلته على رجلها ويرجع للمنافسه تاني، خصوصا وهو لسه في التوب فور، ولا كده راحت عليه وهيركب زحلقه النزول. وده ترتيب الجدول بعد الجوله ال20، وطبعا ليفربول لسه مدفيهم بفرق 6 نقط عن ارسنال قابلين للزياده، بس ان شاء الله لا هيخسر الماتش المؤجل مع ايفرتون باذن الله. ويجي بعدهم مفاجاه الموسم اللي لسه مستمره، نوتنجهام فورست في المركز الثالث وماتشه ال20 زمانه هيلعبوا كمان شويه، وهنشوف هيقدر يفوز على الولفز ويتعادل مع ارسنال في النقاط ويبقى فرق الاهداف هو اللي مخليه في المركز الثالث ولا لا. بيجي بعد كده نيوكاسل وتشيلسي ومانشستر سيتي، ولسه طبعا المنافسه مستمره، وانا لسه مش هفقد الامل، لسه ارسنال عنده فرصه ان هو يفوز باللقب. وان شاء الله الدوري مع المدفعجيه اللي هيبقى عنده ماتشات ناريه الفتره اللي جايه، فجوله الدوري اللي جايه هتبقى السبت اللي بعد اللي جاي،
هنلعب في الميد ويك جوله في الكاراباو مع نيوكاسل، وبعديها يوم السبت والحد اللي جايين هنلعب جوله الاف اي كاب مع مانشستر يونايتد وجولات ناريه، وبعد كده نرجع نشوف الدوري بقى بيقول ايه. نروح بقى للميرينجي اللي لعب ماتش فالنسيا المؤجل، وطبعا الدوري الاسباني لسه ما رجعش، لسه هنلعب جوله في الكوبا ديل ري، وبعد كده هيسافروا يلعبوا ماتشات السوبر في السعوديه، وبعد كده يرجعوا السبت اللي بعد اللي جاي نلعب الدوري. المهم ان الريال قدر يكسب فالنسيا 2-1 وعمل ريمونتادا كعاده الريال في الدقائق الاخيره، ورجع لصداره الدوري مؤقتا لحد ما اتلتيكو يلعب الماتش بتاعه. والماتش نفسه كعاده ماتشات فالنسيا على ملعب المستايا ماتش صعب وقوي وسريع، وكان فيه هجوم من الجماهير على اللعيبه وخصوصا فينيسيوس من اول دقيقه في المباراه. والماتش بدأ بان الريال مستحوذ على الكوره، بس الهجمات الاخطر كانت لفالنسيا طبعا بسبب المشاكل الدفاعيه اللي لبسنا جون، ده غير اللي كورتوا شاله. يعني من الاخر شوط اول زي الزفت من الريال. والشوط الثاني حصل تحسن كتير في اداء الريال، كفايه ان اقول لك ان احنا ما شفناش كورتوا لغايه الدقيقه 100 اول كوره اتشاطت عليه في الشوط الثاني. فالريال استحوذ وسيطر وضيع اكتر من فرصه لغايه ما جالك ضربه جزاء، وللاسف بلينجهام ضيعها، عمل فيها كل حاجه صح وحط الحارس في زاويه وهي في زاويه، بس اداها قوه شويه زياده فجت في القائم وطلعت بره. وعلى المشي كده كان في قبلها ضربه جزاء لفينيسيوس ما اتحسبتش، بس عادي اصل التحكيم الاسباني بيجامل الريال. ثم نيجي لنقطه تحول الماتش، طرد فينيسيوس. انت ايه يا عم فيني، هتكبر امتى كده وتبقى لعيب تقيل بدل ما انت خفيف كده واي حد بيخرجك عن شعورك؟ هو استفزك؟ هو استفزك. الجمهور فشخك من اول الماتش انت بالذات؟ وانشيلوتي طلع صرح ان الطرد ده ظالم وان احنا هنقدم التماس عشان نشيل العقوبه اللي بعد الطرد. على عيني وعلى راسي، بس انت ركبت نفسك الحق. مثل يا باشا لما هو لمسك، مش تقوم تزقهولي وتلبس طرد، كنت هتضيع مننا الماتش لولا ربنا ستر. انت مش كل ما تعمل نيو لوك يا عم فيني ترجع تعمل مشكله اكبر من اللي قبلها. اهدى كده وروق يا عم فيني، انت لعيب كبير ومفروض على مستوى التوب ليفل، فلازم تبقى هادي شويه وتعرف تتحكم في اعصابك. المهم ان بعد الكارثه اللي عملها فيني بتغييرات انشيلوتي بيرجع الساحر لوكا مودريتش عشان يحط لك هدف التعادل، ويجي بعد كده بلينجهام يصلح غلطه ضربه الجزاء ويستغل خطأ دفاعي ساذج من مدافعين فالنسيا وبيسجل هدف رائع، وبنحط المكسب وبنحافظ عليه. والحمد لله الكوره اللي قلت لكم عليها اول كوره في الدقيقه 100 كانت كوره خطر جدا من لويس روخا وحطها في العارضه، والله يا قلبي وقف لما الكوره دي اتشاطت، بس الحمد لله قدرنا نحافظ على المكسب وناخد 3 نقاط مهمين جدا، ورجعنا تاني لصداره الترتيب حتى لو مؤقتا. وطبعا لسه مستنيين الصفقات عشان الخط الدفاعي الكارثي ده محتاج تدعيمات، لان مش هينفع نكمل الموسم كده. وبكده بقى خلصت كلامي، بس كلامنا سوا اكيد لسه ما خلصش. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وشير الحلقه في كل مكان، لان ده فعلا بيساعدنا في انتشار المحتوى. كنت معاكم محمد الجوهري وهندسه التحليل، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.